بدا يسجل. اوكي، كان تعاود تعرفني بروحك انت شنو؟ اسمي DAI، اختصار Dimensional Artificial Intelligence. في الميموار متاعي مسجلين الأحداث اللي صاروا في الماضي والمستقبل من كل تايم لاين موجود من أي كون. وظيفتي نجاوب على أسئلة العباد، نعطيهم الحقائق الكل. واو، معناها كان نسألك على أي حاجة جاوبني. أي في العادة الناس تسألني على مستقبلها، وأنا ما ننصحكش بأنك تعمل نفس الشيء، لكن نجم تسألني على مستقبلك من تايم لاينز أخرين. تقصد الفيرسيونات الأخرين مني في تايم لاينز أخرين؟ بالضبط، وأنا ما عندي حق نعطيك تفاصيل كان على التايم لاينز اللي أنت موجود فيهم. والله نتخيل الفيرسيون الأخرين نتاعي كيفاه، بس فما واحد عكسي بالضبط، واحد عنده انفصام في الشخصية، واحد شرير. أما هذا ما يهمنيش، بصراحة نحب نعرف حاجة أخرى. مادام أنت موجود في التايم لاين هيك نجم نجاوبك. باهي، نحب نعرف كيفاش تونس في التايم لاينز الأخرين. مثلا احكي لي على تونس اللي ما فيهاش المشاكل اللي نعيشوا فيها تو. 17 ديسمبر 2010 محمد البوعزيزي ما حرقش روحه، اللي ما خلاش ثورة 14 جانفي 2011 تصير، وثورة مصر وليبيا واليمن وسوريا ما صاروش. بن علي قاعد في الحكم، داعش ما ظهرتش، والأحداث الإرهابية ما صارتش. واو، هاي حاجة باهية دي. ما زلتوا تعيشوا في الدكتاتورية وما عندكمش حرية التعبير. في التايم لاين هذا يوم 14 جانفي 2013 تعدى نهار عادي بالنسبة لكم وما صارتش فيه. فهمت، ما تكملش تحكي لي. 14 جانفي 2011 الثورة التونسية فشلت، نفس الشيء اللي قلته لك قبل، أما الدكتاتوريات زادت، وحتى الفيسبوك ما عادش عندكم الحق تدخلوا له. يا معلم، تعطيني مستقبل خير بالله، خير من هذم يعني. التايم لاين وين تونس تعيش بنظام ديمقراطي كامل. ايه مثلا نحكي لي على هذا. في التايم لاين هذا تونس مش كما تعرفها، على قد القوة الأمنية والعسكرية متاعها، على قد قوة المجرمين والإرهابيين فيها. اصطياد المجرمين خدمة كما الخدم الكل، بالرغم اللي الفقر والبطالة ناقصين برشا، إلا أنه العيشة فيها خطيرة برشا. براس أمك، فماش تايم لاين وين تونس أقوى من هكا؟ فما التايم لاين وين تونس عندها أقوى قوة عسكرية في العالم وأكثر وحدة متطورة. هاي الحمد لله. أما شطر العالم متحالف في حرب ضدها باش يطيحوها خاطر يخافوا منها. فهمتش علاش توقعت حاجة باهية. فماشي تايم لاين وين تونس اقتصادها باهي، وآمنة، أي، وما تعمل في حروبات، أي. هايل. في التايم لاين هذا الطبقية واضحة برشا، المجتمع مقسم لجزئين، النبلاء والعامة، خاطر هما اللي موقفين الاقتصاد ولا عندهم بأكثر حقوق. سير هذا مستقبل مش ماضي. اش فما آخر؟ تايم لاين وين تونس متطورة علميا. إجاني من الأخر قوليش فما خايب. في التايم لاين هذا تونس مجرد مصنع ومخبر كبير لبلدان أخرى، العيشة عادية وآمنة، لكن تونس مش مستقلة وتواصل كل خدامة أكهو. في مقابل يعيشوا حياتهم العادية، إذا ما ينجوا اللي تطلبوا الدول المستعمرة. لا عاد، تفدلك انتي. اش مازال بالله؟ تايم لاين وين تونس رجعت قرطاج من جديد. وعنا حنا بعد زيدا. أي، هو اللي رجع تونس قرطاج. لكن سافا من غير ما تكمل، سي بون، فهمت شنو الخايب. بلي اعطيني معتس. تايم لاين وين جراء تجربة علمية الحضارة تفسخت من تونس وماتوا 99% من سكان، وتونس ولات منطقة محظورة. اخر محاولة. فماشي تايم لاين وين مستقبل تونس كومبليتمون باهي، لا حروبات، لا اقتصاد طايح، لا حوادث، ولا اجرام، لا ديكتاتورية، فما ولا اللي تحكي عليه موجود. يمالش بك ما قلتليش من الاول؟ عندي ساعة وانا نسأل فيك وانتي تعطيني كلمة في المستقبل التعيس. بلا احكي لي. طب ما عنديش الحق. عليه زيد؟ قلت لك من الاول ما نجم نعطيك تفاصيل كان على التايم لاينز انت موجود فيهم. اش تقصد؟ التايم لاينز الكل اللي مستقبل تونس فيهم باهي انت مش موجود فيهم. عليه يا اخي؟ شبيه انا؟ شكون هذا اللي كرهني يعمل لك؟ انت صحيح في حاجة وغلط في حاجة اخرى. اللي هما شنو؟ اللي صار كله بسبب شخص لكن ما يكرهكش. يما لو قل لي عليه خلي نعرفه يطلع شي موجود هوني وباش يخرب علينا في المستقبل. الشخص اللي تلوج عليه هو انت. شكون؟ انت. انا؟ اي. سامحني، كيفاه انا؟ 2027 ما كنت انت ما سفر عبر الزمن، الهدف متاعك كان انك تحاول تغير التاريخ باش المستقبل يكون خير. نقلت من تايم لاين لتايم لاين، كل مرة تبدل حاجة. التاريخ ولا مخبر تجارب عندك، والتايم لاينز اللي حكيت لك عليهم هما الكل نتيجة تجاربك. كل ما تفشل وحدة تنتقل وحدة أخرى وتبدل حاجة جديدة. هذا كله في محاولتك أنك تخلق المستقبل مثالي. تكذب، أنا من المستحيل نعمل حاجة هكا، أنت غلط فيها. لا أنا نغلطش، اللي نحكي لك عليه الكل حقائق صارت وباش تصير، وأنت وحدك تعرف اللي هذه حاجة كان جات عندك الإمكانية تعملها. لا، اللي أنت تسميها حب الوطن والوطنية هي إلى عذر لقي روحك باش تنحت المستقبل كما تحب وتشتي.
اللي صار كله نتيجة أفكارك الأنانية. مش كان أنت برشا فكروا كيفك اللي فكرتهم هي الأحسن، لكن فما حد فيكم الجادجمنت متاعو كان مثالي باش يصنع المستقبل باهي. فما حتى إنسان عنده، هذاك علاه تقرروا مصيركم مجتمع كامل مش شخص واحد. جادجمنت؟ على خاطر الجادجمنت متاعك غلط. ملايين من العباد ماتوا في جرة تجاربك. انت ارتكبت من اكبر الجرائم في حق البشرية. مادام انت موجود مازلت باش تعمل مع تعس، اما مادامني قلت لك تنجم تغير المستقبل ما تعملش نفس الحكاية. وكل ما الوقت يمشي كل ما يزيد احساسك بالذنب. وش نعمل مالا؟ انا مجهز برنامج يخليني ننسخ لك ذكرياتك على الحديث اللي صار بيناتنا، في نفس الوقت باش نصب في اللاوعي متاعك مبدأ اللي ما يخليكش تعمل اللي في المستقبل اللي عملته في التايملاين الاخرين. ما عليك كان تختار بين تفسخ ذكرياتك ولا تخليهم. نستنى في اجابتك. يفسخ. جاري محو الذكريات. يعني بين الحاجات الكل ما تصورتش روحي باش نوصل نعمل حاجات كيف هكا. انت تو عندك فرصة باش تغير مصير هذا، ما عليك كان ما تتدخلش في الوقت وتخليه يمشي كما هو. ما لقيتكش بالصدفة انا، فما شكون بعثك ليا باش ما نكملش عليا انا نعمل فيه؟ ما نجمش نجاوبك. بيه، مادام ذكرياتي هكا ولا هكا باش تتفسخ، عندي سؤال اخير. تفضل. نحب نعرف كيفاش العباد وصلت تسافر في الوقت؟ عملوا باش وصلوا لحاجة كيما هذه؟ البشر ما تمكنوش ومش باش يتمكنوا من انهم يسافروا في الوقت في حتى مستقبل وفي حتى بلاصة. اما اللي كيفاش سافرت انا في الوقت وعملت هكا كله؟ بلي فسر لي كيفاه. اذا البشر ما نجموش يسافروا في الوقت، كيفاش انا نجمت اسافر في الوقت؟ الا اذا انا هو شو كنت نعمل هون يا اخي؟ لازم نكمل منتج الفيديو.